برديات للقدماء المصريين بتقول كلام مهم جدا، يعني مثلا زي البردية اللي لقوها في معبد آمون ومعبد الكرنك كمان. ايوه، يعني البرديات دي مالها؟ البرديات دي كان فيها طريقة عقوبة القدماء المصريين لأي حد يقوم بجرائم غريبة. ايه ده؟ طب ما طلعوا زينا اهو، وبينفذوا عقوبات وبيسجنوا وبيعاقبوا اللي بيخالف القانون. لا معلش، دول اقوى مننا. يعني مثلا اللي بيموت حيوان وهو قاصد، وطبعا الحيوانات كانت بترمز للقدماء المصريين بصفة دينية عظيمة جدا، واللي كان بيموته عن قصد فكان لازم يتعدم. وده طبعا غير جريمة الزنا والاغتصاب، دي بالنسبة لهم جريمة لا تغتفر. يا إما كانوا بيغرقوهم للتماسيح تاكلهم، يا إما كانوا بيحرقوهم. طيب المرتشين كانوا بيعملوا فيهم إيه؟ لا دول بقى كانوا أخف عقوبة عندهم. كانوا يا إما بيقطعوا مناخيرهم يا إما ودانهم. يا ترى يا أبو الهول أنت عملت إيه علشان يطيروا مناخيرك كده؟ ده مش بس كده،